السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم فيديو جديد من فيديوهات شهر رمضان. 30 حلقة كما وعدناكم. 30 حلقة قلنا ننزلهم لكم كل يوم حلقة في شهر رمضان. معلومة فيديو كلمتين ونص. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. لو عندك الحمام مسيف بياكل كويس جدا لكن مسيف، تمام، وبرازه طبيعي مفيش أي مشكلة، والحمام حركته طبيعية، وتحط له الأكل بياكل بشراهة على طول كده، تعرف على المغمض ان ده ديدان وعاوز جرعه ديدان. طيب نعمل ايه؟ هنقول لك دلوقتي على افضل ادويه تستخدمها للديدان. الاول هنتكلم عن البيطري. افضل دواء تستخدمه بيطري هو سترات الببرازين. الكيس تقريبا بيعمل من 8 جنيه ل 10 جنيه، تمام. تاني دواء حاجه اسمها سائل اسمه ليفا بان، ده سائل بيطري، تمام. تالت دواء حاجه اسمها البندازول، برضو ده سائل بيطري. دول 3 انواع ممتازين جدا وانا بنصح بيهم، افضل شيء للديدان. طيب نيجي للبشري. البشري عندنا فيرمازول، ده شراب. تجيب اي دواء ديدان بشري تجيبه شراب، وخد بالك من الجرعه، لازم الجرعه ما تزيدش عن 3 سم على اللتر او نص سم في الفم. ده للبشري. البشري خطر، اوعى تدي قراص ابدا، شراب فقط. الجرعه تكون 3 سم على اللتر او نص سم في الفم. اهم شيء سواء بيطري او بشري يكون على جوع وعطش، تكون مجوع الحمام من بالليل ومعطشه، وتحط له علاج الديدان، وبعد 3 ساعات تحط له الاكل، تمام. تستخدم دواء الديدان لمده 3 ايام، ده في حاله وجود ديدان. لو لقيت ديدان تستخدم لمده 3 ايام، تمام كده. وتكرر الجرعه بعد 15 يوم، عشان لو في بيض فأس اللي هي اليرقات يعني، يبقى انت قضيت على الديدان نهائي، تمام كده. فالله يكرمك تركز في حته دواء الديدان. انا بنصح بالبيطري، بس لو ما فيش عندك عيادات بيطريه مفيش مشكله، استخدم البشري. قلنا فيرمازول او بندكس، دول بشري شراب، ماشي كده. الجرعه من 3 سم على اللتر، نص سم في الفم، تمام. وفي عندك الشيح، ده من الاعشاب، برضو تدي 3 ايام. اهم شيء على جوع وعطش. وربنا يبارك في طيوركم. واتمنى من الجميع ان لو شفت الفيديو ده تعمل مشاركه للفيديو، خلي غيرك يستفاد. اعمل لنا مشاركه في الفيديو، خلي غيرك يستفاد. ولو انت مش عامل متابعه على البيج، اتمنى تعمل متابعه على البيج وتتفرج على فيديوهاتنا كلها مفيده والله، هتعجبك يعني، تمام. عشان نخفف شويه ضغط الرسائل يا جماعه. والناس اللي مش معانا على القناه على اليوتيوب، بننزل كل يوم فيديو على اليوتيوب او كل يوم ويوم. وربنا يحفظ طيوركم جميعا، وكل عام وانتم بخير.